وش أصعب موقف في حياتك يا أبو خالد؟ أصعب موقف في حياتي مرة، تعارفت أنا ومهندس في عبر الأعمال وكذا، ورجعت بعدين بقى بيننا صداقة قوية وعلى تواصل وكذا. ومرة عزمني، كان يعزمني كل مرة فما رضيت، أنا كنت مشغول وكذا. مرة أصر علي وبقيت معاه وليمة، قال ضروري إن إحنا نصير نعتزم عنده، فوافقت أنا. أعطاني العنوان في العمارة حقه، هو ساكن، هي العمارة كبيرة وهو فيها شقق، يعني هو ساكن بالدور الخامس في الشقة، قال على يدك اليمين توصل تدق عليها أدخل. فأنا جلست له وقت الظهر، مشيت وصلت له هناك، طلعت على الأدوار كلها، وأنا قصدي إن قد أنا في بالدور الخامس، أبصرت على يدي اليمين، دخلت دقيت على الشقة، فتح لي طفل، لا وصلت كلمته ولا حاجة. وصلت طوالي دخلت المجلس، كان يعين لي الطفل وأنا جالس وبس، وهو ولا رد علي ولا كذا وأنا منتظر إحنا عجي صاحبي بس قال لي الشقة حقه. فجأة ولا مخلوق، يعني يجلس حق ربع ساعة إلا يوم جاء واحد غريب لا عندي، بعدها كان يعين لي إياها كذا، وأنا منتظر بالمجلس، بس قال إنه ضيف من جيزي جاء عند المهندس. بعدها كان يقتلب وجهه أحمر وأصفر وأسود، ويعين لي ويخرج ويدخل ولا سألني ما جزم. قال يا أخي أش معك أنا أش ذا؟ قلت إحنا جينا معزومين عند المهندس، أنت ضيف من جيزي؟ قال لا هذا الشقة حقي. قلت الله، وين الشقة حقه؟ قال الشقة حقه بالدور الخامس. قلت هذا الدور كمو؟ قال الدور الرابع. وينك؟ يا جناه. رجع هذا هو كان معزوم طالع، قد تغدوا وأنا جالس منتظره الحين عدا نغدى مشان نخزن. وبعدين رواني قال هنا يعني الشقة حق المهندس، قد احنا تغدينا. وصلت انا طلعت لا عند المهندس، لقيت انا وياه كذا، ليش ما جيت تغدى؟ ليش ما؟ قلت والله ان قد انا تغديت، اصلا قاعد انا اتغدى في السوق وجيت وكذا. قال تفضل. ورجعت والله ان انا خزنت وانا بدون غدا.